السلام عليكم ومرحبا بكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وصحه جيده. مرحبا بكم في قناتكم عالم مينا. راني رجعت لكم اليوم بعد غياب طويل. ان شاء الله هذه الوصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وان شاء الله قاع تنشحوا فيها. اليوم غادي نحضروا الغريبيه المشقه تذوب في الفم. نبدو على بركه الله. في اناء نديروا 250 غرام تاع زبده طريه، نضيفوا لها كاس قل اسبوع تاع زيت، و150 غرام سكر كلاصي اللي هو سكر ناعم، ونضيفوا ملعقه صغيره تاع لافاني. نخلطوا المكونات جيدا حتى نتحصلوا على كريمه. نضيفوا لها 120 غرام مايزينا اللي هو نشا الذره. نواصلوا التحريك. نضيفوا كيس خميره الحلويات، ونقعدوا نضيفوا في الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. هنا الفرينه ما نجيبش نقول لكم نعطيكمش العبار نيشان، تقعدوا تضيفي في الفرينه تاعك حتى تحصلي على العجينه متماسكه. ما تخلوهاش هكا هشيشه بزاف وتتلاصق، لا، هذا ما يخليش الفرينه عفوا الغريبيه تاعكم تشد لكم الشكل تاعها. ثم نشفوها مليح حتى تحصلوا على عجينه تبدي تكوري فيها ما تنحلكش. نبدا هنا كما راكم تلاحظوا في الفيديو انا وزنتها. كل سيده ودير لا ميثود تاعها. الا تبغيها على حبه واحده وزنيها، تبغي ديريها عينك هي ميزانك، هذا يرجع لكل سيده. انا وزنت السنين الاول درته 40 غرام، تجي الحبه كبيره ومشقه. والسنين الزاوج درته 35 غرام، وسني الثالث درته 35 غرام. هنا على درت 3 سنوات بغيت ندير لكم تشكيله باش نشكل لكم عفوا ننوع لكم في التزيين. درت سني بالقرفه، وسني الزاوج زينته بالبيستاش مطحون، وسني الثالث درت له حبات لوز. كما تقدري ديري قرفه فقط، تقدري ديري الكاوكاو، تقدري تخليها هكاك، هذا يرجع لك. هنا كنت سخنت الفرن على 200 درجه. دائما يليق لكم تكونوا مسخنين الكوشه محمينها مليح، عاده تدخلوا الغريبيه تاعكم على 200 درجه قلت لكم. ومن بعد كي ندخل السني تاعي نقص شويه الفرن، نديروه على 180 درجه. انا عندي هنا الفرن تاعي فونتولي، وكل وحده وتعرف الكوشه تاعها. المهم درتها طيب على واحد 5 دقائق، مام با 10 دقائق، حتى تصيبوا الغريبيه تاعكم بدات تتشقق. هنا تعرفي بلي الغريبيه راهي ناجحه 100%. انا صورت لكم كاع لي زيتاب، صورت لكم كاع المراحل اللي فاتت عليها من دخلتها للفرن ابخي مين بدات تتشقق. ودرتها على كولور دوغي، ما تحمروهاش بزاف، وتبقاكم كما نقولوا اختياريه. اللي تبغي المغربيه محمره بزاف تحمرها، تبغيها كلاغ هذاك يجي احسن كي تخلوها دوغي، ما تحمروهاش بزاف كما كنت لاحظوا. وهذه هي النتيجه الاخيره بعد ما خرجتها من الفرن. راني وصلت لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم، شرحت لكم كاع الخطوات، عطيتكم كاع الاسرار. نتمنى تجربوا هذه الوصفه تاع اليوم وتردوا عليا في التعليقات، واي استفسار راني نرد عليكم. ان شاء الله كانت فرجه ممتعه وكنت خفيفه عليكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.